ازيكم يا اجمل اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا بينا مع بعض النهارده نعمل اجمل واطعم صينيه بطاطس ممكن تدوقها في حياتكم. تعالوا نسمي الله كده ونشوف مقاديرنا بتقول ايه. معانا بطاطس متقطعه شرايح كده تخينه، ومعانا بصل، ومعانا فلفل الوان. البصل والفلفل الالوان متقطعين مكعبات، ومعانا 4 أو 5 حبات طماطم مخلوطين في الخلاط، ومعانا البهارات بتاعتنا عباره عن فلفل اسمر وبابريكا وبهارات فراخ و7 بهارات، ونص معلقة من الكمون، ومكعب من الماجي. تعالوا هنا نشوف هنعمل ايه. هنا معانا صينية حطينا فيها زيت وحطينا فيها سمنة، ميكس زيت مع سمنة، ممكن تعمليها بزيت بس. هنحط فيها البصل اللي احنا مقطعينه مكعبات. كل وصفة وليها اسرارها. سر البطاطس معانا النهاردة ان احنا هنشوح كل المكونات مع بعض، او البطاطس وكله، ونرجع نضيف عليها الطماطم. هتشوفوا شكل الخضار وهو متشوح مع بعض، شكله وريحته يفتحوا النفس من قبل ما تستوي ومن قبل ما نحط عليها الطماطم ولا اي حاجة. هنا هنشوح البطاطس البصل تشويحة، هنحط عليه التوابل اللي احنا قلنا عليها، ونقلب كله مع بعض على النار كله. اجمل واطعم صينية بطاطس ممكن تاكلوها في حياتكم، من غير ولا فراخ ولا لحمة، بس تطعيمتها كأنك عاملاها باللحمة. جربوها وان شاء الله تطلع جميلة وتعجبكم. هنا شوحنا البصل، هنحط عليه الفلفل. البصل بالتوابل بتاعتنا، ونحط عليه الفلفل. نبتدي نشوح تاني مع بعض كله. البصل بتاعي ولا بيصفر ولا بيحمر ولا اي حاجة، هو بس بيدبل مع مع بقية الخضار والبهارات. دبل معانا كده مع الفلفل والبهارات. هنضيف عليه بردك البطاطس ونديهم تشويحتين. متنسوش طول ما انتوا واقفين كده بتطبخوا صلوا على النبي واستغفروا ربنا كتير، وادعوا بكل حاجة انتوا بتتمنوها، وادعوا ربنا يرضى عنكم كده ويرضيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبتدي نشوح كل المكونات في قلب بعض. البصل والفلفل والبهارات كله مع البطاطس، كله بيدي طعم في قلب كله. نجيب بقى الطماطم عليها. هنحطها كده. انا ولادي بيعشقوا الوصفة دي. نحط عليها بقى الملح ورشة من السكر، عشان طبعا فيها طماطم. نقلب بقى الملح والحاجات دي. جربوها ومش هتندموا، وهتعتمدوا الطريقة دي ان شاء الله على طول. نقلب كله كده عشان الملح كده يجي في كله، المكونات كلها كده تتحيق بالملح. كده شكل الصينية بعد ما رصيتها خالص كده بقى استوت، وكنت دخلتها الفرن. شايفين شكلها معايا؟ اللهم بارك عاملة ازاي ولونها وجمالها. نعمل جنبها بقى شوية رز بشعرية كده. معانا كده شعرية وسمنة. طبعا كلكم عارفين الرز، حمصنا الشعرية اهو، حمرناها. هنحط عليها الرز ونسيبه يستوي. وتسوية الرز ان لكل كيلو رز عليه لتر من المية، او يبقى المية مرتفعة عنه بقدر عقلة صباع. للي مش عارف تسوية الرز، هنعمل جنبها بقى فراخ بلدي كده. نشوف بردك الفراخ هنعملها بطريقة جميلة. هنشوحها معانا بصل وطماطم والبهارات، فلفل اسمر وبهارات فراخ وبابريكا. هنحط كده الفراخ في الحلة، حلة سخنة كده، نحط عليها الفراخ. فراخنا متنضفة ومنقوعة وزي الفل. هنضيف عليها كده الطماطم والبصل، ونضيف عليها كمان البهارات كله مع بعض.
نبتدي بردك نشوحهم ايه على النار. هوريكم شكل الفراخ دلوقتي وهي متشوحة وشاربة من التتبيلة دي. متنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك اللي ما اشتركش في القناة، تكتبوا لنا كومنت حلو زيكم، عشان اللايك هو اللي بيرفع ايه الفيديو. شايفين كده شكل الفراخ بتاعتي لما شربت من التتبيلة؟ شكلها خطير وريحتها كانت قلبة الدنيا. معانا بقى مية مغلية، واقوم ايه حاطة فيها الفراخ تتسلق، عشان دي فراخ بلدي وانا محتاجة الشوربة بتاعتها. شايفين شكل الصوص من تحت عامل ازاي؟ البصل مع الطماطم مع التوابل. نحطها كده في المية المغلية عشان تتسلق. شايفين شكل الصوص؟ نحطه بردك على الشوربة عشان يدينا تطعيمة كده للشوربة وريحة جميلة قوي بالشكل ده كده. شايفين شكله يفتح النفس. نحط بقى الجزر والطماطم والفلفل، وهي في قلبها بصل وورق لوري وفلفل اسمر، ونحطها ونحيقها كده بالملح. بحب املح الفراخ والطيور بتاعتي عامه من الاول خالص، مش وهي داخله في السوا، عشان ايه تبقى حايقه والملح داخل جواها وتبقى مسكره معايا. حطيت لها رشه من السكر عشان تساعد على التسويه. حطيت لها اهو الملح ونقلب ونسيبها تستوي معانا. نبتدي بقى كده استوت، نبتدي نحمرها. شايفين شكل الورك معايا عامل ازاي؟ وكان طعمه اللهم بارك تحفه، عشان متطعم بالتتبيله اللي انا شوحته فيها الاول قبل السلق. نبتدي كده احمر وش وظهر عشان الفرخه تبقى كلها متحمره. كده انا بحمر الجناب وبحمر الظهر والوش وكله. كده شكلها معايا بعد ما خلصت. ده شكل الاكل، كان ما شاء الله قلب ريحه الشقه وطعمه تحفه. جربوا الوصفه، هتعجبكم قوي ان شاء الله وهتعتمدوها، وربنا يحسن ما بين ايديكم.